السلام عليكم. أه واش الأشعة الطبية إكس أو السينية باللغة العربية خطر؟ أول حاجة، علاش كنستعملو هاد الأشعة هادي؟ كنستعملو هاد الأشعة باش كنمكنو الطبيب باش أنه يشوف داخل المريض بدون اللجوء إلى العملية. بحال مثلا اللي كانت عندنا واحد الطوموبيل ولا تلفازة خسرت لنا، بغينا نشوفو شنو فيها لداخل، كيخصنا نحلو. ولكن المريض، الإنسان لا، الانسان كنحلوه ولا كنديروا له عمليه الا في الحالات الضروريه. وبالتالي هذه الاشعه كتخلينا نعرفوا نكشفوا على الداخل ديال المريض ب... بسرعه. واش هي خطر؟ ماشي خطر الا كانت بطلب من طبيب، يعني ماشي درناها من راسنا. الطبيب هو اللي طلبها منا، طبيب تحت اشراف، يعني الناس متخصصين هما اللي كيديروا لنا هذيك الراديو. متخصصين الا كانت جرعه ديال الاشعه مدروسه. مع تطور التكنولوجيا الاشعه ولات كتنقص، اما هذه شحال كانوا كيحتاجوا واحد الاشعه كثيره باش تعطينا واحد الصوره مفيده. آه، الا كانت من اجل تشخيص مرض، بغينا نعرفوا شي مرض الداخل طلبها لنا الطبيب، بغينا نعرفوا واش عندنا شي كسر في العظام، عندنا شي مشاكل في الاسنان، او لا مثلا مشاكل او لا امراض الرئه. هادو امثله علاش كنديروا الراديو. كيقول واحد المثل: الشيء ان زاد عن حده انقلب الى ضده. اي حاجه الا كثرنا منها، تكرار ديال هذيك الاشعه ولا الراديو غير مبرر، غير كنعاودو ياك. اولا كنديرو مثلا كناخدو صوره ديال الاشعه بدون سبب، خص ضروري يكون عندنا واحد السبب. ما كنديروش راديو من اجل تذكاريه، صوره تذكاريه. يقدر يكون خطر على الحوامل الا ما كان بدون ضروره قصوى. يعني بعض المرات ضروري خصنا نكشفو على الحوامل والاطفال، حتى هما يقدر يكون خطر عليهم الا كان بدون ضروره. خلاصه، الاشعه الخطر ماشي في الاشعه، الخطر ليس في الأشعة الطبية، وإنما في الإكثار منها. لأن الخطر ماشي في الأشعة بحد ذاتها، وإنما إلا كررناها بدون سبب. خلونا التعاليق ديالكم إلا عندكم شي ملاحظات ولا. وشكرا.